شوف الدنيا الآن كيف الواحد يتعب ويكبر ويتوظف ويبني ويصير له أولاد، يمكن يصير عنده أموال، وبعدين تبدأ الدنيا تعطيه وجهها الثاني. إذا وصل 60 قالت له أنت فين أنت رايح؟ أنت وين عقلك؟ أنت طالع الحين، انزل غصبا عنك. ولهذا أنت إذا وصلت 60 عليك أن توقف مع نفسك وتقول لك والله أنا ماني طالع الحين، أنا نازل. ومن نعمره إيش؟ ننكسه. إذا وصلت 60 تنزل. أول ما ينزل فيك أعضائك، الركب اللي كانت تطلع الدرج قد هي تعبانة، والأسنان تعبانة، والنظر تعبان، والسمع تعبان، والظهر تعبان. هذه الأجزاء. أيضا العقل ما عادك في 60 مثلك يوم أنك بعد صغير، يجيك زهق، يجيك ضيق نفس، تبغى العزلة، تبغى لحالك ترقد من بعد العشاء، والأولاد تقول سكتوهم، ابعدوهم، اندروهم. عالم ثاني قد انت نازل الحين، قد انت في الطفولة الحين، وغلقت 60 70 80 إلين ما عاد تصلح في الحياة. ما عاد أحد يبغاك، حتى أهل بيتك يضيقون بك. وأول من يضيبك المرأة تقول لعوالها فكوني من ذا العفريت قد أشقاني طول عمري، خلاص خلوني اعتقوني منه. نعم. وإذا كبر مرة وصل 90 ووصل 100 أوه، أصبح مثل قطعة العفش البالي اللي ما عاد أحد يبغاه. حتى أن أولاده يمكن يحطونه في غرفة في الحوش ويجيبون له عامل يا ابن عربي يطلع وينزلها، وزين إذا مروا عليه في اليوم. هذا إذا كانوا بارين، بعضهم ينزلها في المستشفى يقول خلوه عندكم لين يموت، ما عاد نبغاه. وإذا جاء واحد من الأولاد يسلم عليه ايش يقول له؟ يقول الله يحسن خاتمتك، ما يقول الله يطول عمرك. يحسن خاتمتك يعني ايش؟ يعني الله يكردفك، خلاص طولتها، كم قال لك قاعد هنا، انتهت صلاحيتك. هذه الإنسان كذا الحياة.